يبدو أنها تحاول إظهار قوتها الجسدية أمام الكاميرا، ولكن ما حصل معها جعلها مثيرة للشفقة. راقبوا كيف انتقمت هذه القطة من صاحبتها التي لم تقم بإطعامها. من الواضح أنه كان ينتظر الخروج إلى البحر بفارغ الصبر. ترك أغراضك هنا فكرة غير صائبة على الإطلاق. في الوقت الذي كان به هذا الدب جائعا للغاية، وجد زوجا من الخنازير وحاول اصطيادهم، لكن الأمر لم يكن بالسهولة التي كان يتوقعها. ظن هذا الماعز الصغير أن هذه الكلبة هي والدته. من الواضح أن هذا الكلب جائع للغاية، لدرجة أنه يحاول اصطياد تلك السمكة الموجودة في الحوض. راقبوا كيف تدحرجت شاحنة سائق التوصيل هذا فجأة، آمل أن يمسك بها. يساعد صديقه على تعلم كيفية قيادة الدراجة. يا للمسكين، لقد أصبح مثيرا للسخرية بين أصدقائه. الحمد لله على سلامتك يا رجل. في الوقت الذي كان به هذا الرجل يعمل بجد، قام أحدهم بتجربة هذا المقلب المضحك عليه. عندما تريد المرأة الانتقام من زوجها. عندما تتساوى سرعة دوران مراوح الطائرة مع سرعة معدل الإطار عدد الصور في الثانية في الكاميرا، فسيظهر لنا أن المراوح واقفة لا تعمل. راقبوا كيف تتزلج هذه الفتاة على الماء بمساعدة طائرة الهليكوبتر. ظننت أن قطارين سيصطدمان ببعض. انظروا لتلك الزرافة وهي تحك جسدها. من الواضح أن هذا الصغير جائع للغاية. من المعروف أن الكائن القاع في الحفرة مرة واحدة وليس مرتين متتاليتين. يبدو أنهما يساعدان بعضهما البعض على تناول الطعام. لقد كشف أمركما. أظن أن هذا اليوم هو اليوم الأخير لك في هذا المنزل. الحماس المبالغ فيه ليس جيدا. يبدو أن أحدهم نسي فرامل شاحنته. آمل أن تسير الأمور على ما يرام. انظروا كيف يحاول ذلك الفتى الخروج من دون اصطحاب كلابه. حسنا، إلى اللقاء. لقد كان هذا القرد مشتاقا لزميله، لهذا قام باحتضانه. كثيرا ما نرى تلك المشاهد بسبب الرياح العاتية التي تصاحب العواصف الجوية. بالرغم من أن الأمر يبدو ممتعا حقا، إلا أنه خطير ولا يستطيع سوى المدربين القيام به. بالرغم من أن محاولة ذلك الشخص في إعادة الشاحنة إلى وضعها الصحيح بدا جيدا، ولكن ما حدث في النهاية جعل الوضع بائسا حقا.
مروض التماسيح هذا يمتلك مهارة عالية في السيطرة على التماسيح وجعلها تخضع لأوامره، وبالرغم من خطورة مهنته إلا أنه بارع في تقديمها. تلك هي الطريقة التي يستخدمها الرجل من أجل تنبيه التمساح بأنه أحضر الطعام له. هكذا يبدو التمساح عندما يخرج من البيضة. انظروا إلى مدى صغر حجمه مقارنة بما سيكون. كان هذا الرجل متحمسا لتصوير السمكة التي اصطادها، وبعد الانتهاء بدلا من أن يلقي السمكة بالماء قام بإلقاء هاتفه. إنه حقا منصدم مما فعله. تلك السمكة تمتلك شفاة زرقاء وأسنانا بيضاء. إنها أغرب سمكة أراها في حياتي. ماذا عنك يا صديقي؟ دار شجار بين هذين الشابين على أي منهما سيزج الحاجز من أمام سيارته. لقد كانا حقا صغار العقل للغاية. يبدو أن ذلك الحذاء كان يحمل رائحة كريهة جدا جعلت الكلب يعطي ردة فعل كهذه. النزول بالهوليكوبتر على ظهر الشاحنة لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق، ولكن الطيار تمكن من القيام بذلك. تلك البقرة كانت جائعة للغاية، لهذا قررت الوقوف بهذا الشكل على قدميها الخلفيتين لتستطيع التقاط أغصان الشجرة. سائق هذه الشاحنة لم ينتبه إلى ارتفاع الحمولة التي يحملها، مما تسبب هذا في تدمير بوابة المكان. عندما حاولت المقطورة نقل السفينة انكسر الحديد الذي يربط بينهما، مما تسبب في ذعر سائق المقطورة وحدوث الكثير من الخسائر أيضا. عندما كانت تلك المرأة وابنتيها يهمان بدخول المنزل فوجئوا بوجود ثعبان بالمكان. لقد كان الأمر خطيرا للغاية، ولكن تصرفت الأم بسرعة. يريد هذا القرد من يحك له ظهره. أليس هذا مضحكا؟ انظروا إلى نظرة الشفقة التي نظرت بها تلك الأم لصغيرها عندما ضربه القرد الآخر. عندما كان رجال الشرطة يتناولون الطعام فوجئ الشرطي بتعريض صاحبه للاختناق أثناء تناول الطعام، فقام بعمل الإسعافات اللازمة له وتمكن من إنقاذه. عندما يمل العمال يمكن أن ترى هذه الألعاب الغريبة بالموقع. تلك واحدة من أروع السيارات التي يمكن أن تراها على الإطلاق، وقد قام هذا الشاب باختراعها وراعى في تصميمها أن تكون مناسبة للمشي على المياه وكذلك على الأرض الصلبة، مما جعلها متعددة الاستخدامات. أليس هذا رائعا؟ هذا القرد الذي حاولت أمه إخراجه بكافة الطرق حتى نجحت في ذلك.